يا ويلا لازم اجلس منخرع. جهزوا اسئلتكم يا عيال. معليش ابو تركي. احنا سالين. لا الوقت ضيق واختصر. لا ما هي مشكله، بدر سؤالين ثلاث ما هي مشكله. ابو سيف حشرته وكفيته وفيت. ما قصرت في ابو سيف عفيتنا عليك ببدر. قصر بدر. يا مرحبا ببدر. هلا وغلا. بدر منشد داخل الساحه ما شاء الله بقوه ان شاء الله. ما بيبدا معك يعني قديم، نبي شيء جديد. شلون يعني؟ يقول عندنا نبدا معك بالشيء الجديد يعني عاد سؤال وقتك الجاي. اول عمل لك ابو ضاري وشو؟ اول عمل لي لا قلت لك خلني، من كلمات الشاعر عبد الكريم الجباري، وجه له تحيه. طبعا قبل ممكن 5 أو 6 سنوات، حتى كان اذكر التسجيل ضعيف عشان كذا ما مهتم به بالمره. يعني تحس انه كان تسجيل ضعيف وما انا مهتم يعني قلب العربي فاشل؟ لا مو سالفه لا مو سالفه، لا بالعكس الا فيها. انا بالنسبه لي انا اعتبره ما هو اوكي. كل اعمالي كذا لازم اني ما عرضته. لا عرضته، نزلت باليوتيوب وفي ناس طالبينه، والى قبل شوي يرسلون لي في ناس يطلبون اني اجيبه اليوم، بس ما في وقت. اللي هو العمل ايه زين. من الشعراء من المقرب لك من الشعراء؟ الشعراء كلهم مقربين لنا. لا شاعر يرتاح له بدر. صراحة أنا تعاونت مع شاعر اللي هو لا إله إلا الله نسيت اسمه، الخمساني اللي يقرب ياسر حبيب. كارلوس روبرتو. أيوه. لا الشعراء في عندك مثل أبو سيف، مثل بدر الضبعان. كم شاعر بالمخيم عندكم؟ ما شاء الله المخيم أكثرهم شعار ومنشدين. في عندك أبو سيف، في بدر الضبعان، في ياسر حبيب. شعراء ما بمنشدين. اللي يقول لك أبو سيف، بدر الضبعان، ياسر حبيب، أبو صالح، عيد، ذول يخطشون بعد القصيدة. حلو بدر. شاعر بالمخيم خذ البدر العيادة وصار بينك انت وياه خلاف، حتى الخلاف صار حاد لدرجة ان بدر يمكن يعني جاء تفكير انه يبتعد عن المخيم عشان الشاعر هذا. بالعكس ما في اي احد فيه ما لا تقول لي ما في بدر يعني عشان مشكلة فيه بالمخيم. انا ماني قايل، لكن انت تقول في مخيم، بالمخيم في شاعر حاولت يعني يمكن ما ادري هو عمل، ما ادري هو شيء، ما ادري بينك وبينه. لا هو فيه عمل بيني وبين ابو سيف ما استلمته منه، هو ما كملوا لي بعد تاخر ورحت خذيت من شاعر ثاني. لا ما هو على هاللون بدر. ما في اي مشكله الحمد لله. خلاف انا اقول خلاف، ما اقول خلاف ولا عمره صار خلاف. بالعكس يعني احنا كلنا قلب واحد على المقل، ما في اي خلاف بيننا. حلو بدر. سم الله عدوك. بداية انت معي ويقال انا انقل صورة الكلام اللي يجي لي. طيب. ان بدر الضبعان يدعم من عائلة الضبعان. شوف الضبعان عائلتي اكيد بيدعموني. لا حامد يعني كانهم متكين لك حامد لا بس لا شوف احنا كلنا داعمين لبعضنا. اوكي. ابو صالح ما قصر، عيد ما هو من الضبعان ما قصر، كل الشباب، ابو سيف يعني مو شرط من الضبعان وبس. بعض الاحيان انزل اعمال ما يدري به يمكن ابو صالح، هو ولد خالي يعني لزم، او ماجد ولد عمي لزم، ما يدرون به، عيد وابو سيف وشريف ينزلون. ما هو شرط. الدعم اللي من الضبعان دعم معنوي يعني كعائله، ما هو الضبعان كلهم يعني معاي ان شاء الله. زين. احد عنده سؤال يا شباب؟ ابو صالح.
المايك ابو صالح. ابو صالح يعني ما قصر معنا بكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ابو صالح. اهلا بكم وسلم. سؤالي الاول، بدر لك جمهور وده يتواصل معك بعد البرنامج. هل بدر عنده مثلا وسائل تواصل تويتر او سناب او انستغرام؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، كلنا احنا الشباب نعرف ان بدر العياده موزع على مستوى، ولكن الى الان ما شفنا بدر يدخل هالمجال هذا. متى نشوف بدر العياده موزع لاعماله او لاعمال غيره، موزع فني وليس موزع يعني كسر؟ شكرا. تفضل. اول شيء بالنسبه للتواصل، مواقع التواصل فعلا كانت حساباتي سناب او تويتر او انستغرام، كان كل الحساب ما شاء الله فاتوره، ما هو رقم فاتوره يعني، ما هو. الحين الحمد لله والشكر وحدت حساباتي بسناب بتويتر بانستغرام اللي هو BA5500 يعني مختصر للجمهور. BA طبعا السمول كله BA5500. هذا كل وسائل التواصل وحدتهم كلهم الحمد لله والشكر. صفر. طيب السؤال الثاني بالنسبة للتوزيع وما التوزيع، أنا ما حصلت يعني أحد يفهمني بس الفكرة شلون الطريقة التوزيع ما التوزيع. تعاونت مع كذا واحد بالنسبة للتوزيع أو بالألحان، بس عاد إلى الحين أنا ماني فاهم فكرة البرامج اللي قاعد أوزع عليها. أنا قاعد أقول لسعود مع أنهم من خوارنا بس ما ينفع، أقول يلا خلنا أنا وياك على يد واحدة مع هذا رافض هو الفكرة. بدر بالهاشتاج واحد اسمه مدلول عايد يقول اسأل بدر هل ترى نفسك ناجح؟ الحمد لله والشكر. صحيح ما عندي متابعين يعني بالآلاف أو زي كذا، يعني ما تجاوزوا تقريبا 10,000 أو 7,000، بس اعتبر يعني متابعتهم لي هذا أكبر نجاح. ولو ماني ناجح يا لك الحمد، ما هو غرور ولا كبر، ما حد تابعا إلى الحين ولا جينا يعني بداية. زين، لو غمضت عينك دقيقة وفتحت وصرت ملك أو مالك هالقناة، وش تسوي؟ وش أسوي؟ شوف بدايتي أنا عانيت بصراحة من أني أباصل إلى الإعلام أو أباصل لشيء معين. أنا لو مثلا وإن شاء الله أني أملك قناة، أكيد الدعم أبدعم يعني الشباب، أبدعم المواهب، يعني هم بحاجة هالشيء هذا الدعم يعني. وقناة بداية الله يجزاهم خير ويوفقهم، ما قصروا مع الجميع مثل ما قال البارح أبو صالح، جايبين الناس ما يعرفونهم من أهلهم وطلعوا الحين، يعني هذا أكبر دعم. وأنا لو أني صاحب القناة بسوي مثلهم أكثر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دمعة انذرفت من عين بدر غصب عنه. دمعة، شوف غير اللي يعني توفوا يعني اللي أعرفهم، في عبد العزيز الضبعان الله يرحمه، وخالد ولد عمي أخو ماجد الله يرحمه توفى قبل 4 شهور، غير هذولا يعني موقف صار قدامي حادث، والله يكفينا شر الحوادث احنا والمشاهدين. حادث صار قدامي وسلموا كل العائلة، بس طفل واحد اللي توفى سبحان الله كان عمره تقريبا 5 شهور أو 6 شهور، يعني هو اللي أثر بي بالمرة. أثر بي إنه يعني ممكن لأن ما فيه عند الحادث بوقت إلا أنا وكان معي أخوي عادل الله يذكره بالخير، يمكن إنه كان معي الطفل هذا هو اللي أثر بي. ما هو أكثر شيء يحرج بدر؟ يحرجان إذا طلبت شيء وما هو معي، ولا ماني قادر أوفره. موقف صدم بدر ولحد الحين ما نسى الموقف بدر. شو السؤال؟ هذا
يمكن كان عمري 14 سنة وتو متعلم السواقة، وحنا طبعا بشعبة نصاب، أنا من مواليد الشعبة. كان معي دتسن غمرتين 90 موديله، حاط المسجل وكان بوقتها مطر، وعنده عمي ابو شلاش وجهه تحيه مزبله شلاش، كان عنده عامل اسمه عبد الملك، يمكن تعرفه ابو صالح. كنت طالع مع لفه ومنطرب شوي ومطر ومسرع صغير بوقتها، ما دريت الا قدامي، شت يا طول عمره هو على السيكل. بعد ما صدمته السيكل ما ادري طار بالحوض، ما ادري وين العامل، ما ادري وين، فجأة كذا متمسك بالمساحات وظلام وكذا، ما ادري يعني، فكرت انه جن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعست به داعسه مره ثانيه وامسك بريك، هو المساحات هو المساحات طاح قدامي، للاسف اني دعسته مره ثانيه. هذا اللي يسبك به، هذا البلاء. دعست مره ثانيه مع رجليه، صار معه كسر بالفخذ، والله يجزاه خير عمي ابو شاش، تنازل نفس الليل. طبعا هربت انا، ما وقفت انا للحين متخيل انه ما هو انس يعني. ليه ما علمتنا عشان ما ناخذك؟ معنا ماجد الضبعان. مجرم. ماجد الضبعان بالله سؤال على عجاله ابو تركي والله. مجرم، هذا اللي جرم بي وانا صغير. ماجد الضبعان صديان الشمالي. اخوي بدر طبعا في موهبه يمكن بعض العيال اخويانا ما يعرفون عنك، قديمه حكم قرابتنا عارفه. ابغى التناقض بين الموهبه وخوفك من الطياره وحنا جايين من مصر، يوم خميت اللي بجنبك لين وصلنا، قسم بالله خام اللي بجنبه لين وصلنا. الموهبه كانت قبل تقريبا 8 سنوات او ازود، كنت ترفع بالسياره على 180 200 وتركت العاده هذه. طيب هذه اخطر من الطائر اللي تخاف منه. عطنا التناقضات بينهم وشكرا. جاوب بدر. هو شوف، سالفه الدتسن هذه مرتبطه بالموهبه، لان انحرمت من السياره فتره، وفجاه نقلنا الحايل من الشعب، الحايل شربوي جيب، وكنت اشوف يعني بالشارع ناس يرفعون وكذا، وضحيت، وكنا نبني بيت واخذ اكياس اسمنت عشان يصير حمل. طبعا قلبت كذا مره الين ما تعلمت. ترى المعلوميه موهبه يعني حلوه هذه، يعني قاعدين يسوونها بالعالم كله. ارفع، وهذه الموهبه اللي يقول، بس عاد انه بس خطره بدر. الطياره كنت جاي انا واهلي، ارفع الجيب، نرفع على كفرين يعني. يا شرطي. لا مو انا عسكري، لا القرين حقي. زين بدر. الطياره سؤال. الطياره موقف صار لي وانا جاي من دبي، صار لي موقف ومنه. وللمعلوميه ترى الحين والله العظيم معي ابو سيف والشباب يوم نجي او انت نمشي كم تقريبا بالطريق 120 من حايل للرياض، يعني الحين مستحيل اتعدى 140. زين ما شاء الله. مستحيل اتعدى 140. بدر ذله بنت حلال. يلا نشوف. سم متى بدر كذب؟ متى كذبت؟ تنكبن انت. انا كاذب قبل فتره، بس كذبه بيضة. لا ابي لا يعني انا جايبها عشان مقصد شيء. متى اخر مره كذبت؟ والله ما اذكر اني كذبت يعني. لا ما اذكر اني كذبت. يمكن اكذب يعني مثل دوام، نكون صريحين، يعني تاخرت، صار عندي ظرف والله كذا وكذا، هذا اوكي. ولا ايام المدرسه، هذا اللي اذكر. هل حصل يوم من الايام ما حد جاك وقال كذا اكرهك؟ لا ما حد جاني قال اكرهك، لكن كلمة قالها لي واحد بداية مشواري الأناشيد والشيلات، قال لي واحد، وصراحة لو قال لي أكرهك أرحم من الكلمة هذه، لأنه قال لا تستمر،
هو الوحيد اللي قالها لي والباقيين قالوا لا. شلون لا تستمر؟ يعني لا تستمر بالاناشيد، انا ما يعجبني مثلا ولا زي كذا. قلت انت يعني الناس اذواق، مو شرط اني اعجبك. نصيحة عدو ولا صديق؟ والله له عدو وله صديق، يعني يبقى انسان عادي ولا بينه وبينه اي شيء، يعني ما بينه وبينه اي علاقه، جلست معه مره مرتين بس. هل تمنى بدر يوم من الايام انه يموت بسبب موقف؟ شلون؟ ما فهمت. تمنيت الموت يوم من الايام؟ تمنيت انك تموت بسبب موقف معين؟ لا، انا مؤمن بالله ولا اتمنى اني اموت عشان مواقف، والله سبحانه لا، وتعالى من زود يعني الموقف او قساوة الموقف. لا، ما تصل للموت، ما تصل للموت. ممكن اهاجر، ممكن اسوي اي شيء، بس اموت ما اذكر اني سويت كذا. بدر حبيبي، حبيب قلبي، كنت ضيف ما شاء الله، يا بعد راسي، وسيع بال ما شاء الله، وسيع حبيب صدر. قلبي، الله يعطيك اشكرك يا بعد راسي. يا بعد راسي. تسلم. الله يعافيك.